رسالة بس للكابتن خطيب. هي المقولة بتقول الأهلي فوق الجميع، مش الإدارة فوق الجميع. إدارة أصابها الغرور بمدربها بلاعبتها، إدارة واخدة بنج، إدارة بتاخد منوم، إدارة بتحط تراب وملح وطين وقرف على التورته اللي عملوها قبل كده. يا جماعة مفيش مشكلة، احنا ما بننكرش تعب حد، ما بننكرش انجازات حد، بس لو الانجازات دي هتمسحها السذاجة والبخل وعدم الادارة والترهل الاداري، وانك تبقى نايم نن اهو وبقيت مغرور بيتكلموا الناس من مناخيركم كابتن خطيب بادارته، واللي عايز يسحب اشتراكه يسحب الارزاق بتاعت ربنا. عايز تقول لي انت ازاي بتغلط في الاسطوره؟ ما غلطتش في حد، انا بوصف لك حالنا ككبير افريقيا. وصلنا ان احنا مستباحين على ارضنا وبنتغلب 2-1 من اورنالدو. تقول لي ما احنا كده كده صاعدين، اما تصعد اول يا بيه غير لما تصعد تاني. النادي الاهلي سيد افريقيا يبقى بيصعد تاني ويتغلب على ارضه في وسط جمهوره. يعني لو شباب بلوزداد ما اتغلبش من اورنالدو كان زمانك بره البطوله يا بيه. وكل ده الكابتن خطيب مع احترامي وجزمته فوق دماغي، هو وادارته شادين اللحاف كده في الشتاء ونايمين مستنيين يصحوا امتى بقى على كارثه. طب حصلت الكارثه ولا في كارثه اكتر من كده يا كابتن خطيب؟ لازم نودع افريقيا ونخسر الدوري وادينا مش بنشارك في الكاس عشان ما انسحبنا السنه اللي فاتت، يبقى الموسم كله صفري علشان حضرتك تبدا تطقطق عضلاتك انت وادارتك الفاشله المترهله اللي نايمه نن اهو، واللي مالهمش في اي حاجه غير كلام كلام كلام. بنفوض الفلاني كلام عايزينه ببلاش. عايز لما تبيع يا كابتن تبيع بال4 و5 مليون دولار زي محمد عبد المنعم، انما لما تشتري ما تشتريش غير بايه؟ بشويه قروش. ولما تفك كيسك تجيب لنا واحد زي مودست. هل ده يليق بتاريخ الكابتن محمود الخطيب؟ هل احنا كجمهور نستاهل منك ده انت وادارتك؟ هو انت بتصرف علينا من جيبك؟ انتوا فاهمين الكلمه غلط، اسمها الاهلي فوق الجميع مش الاداره فوق الجميع. انتوا خلاص افلستوا، ومتشكرين جدا على كل انجازاتكم وتعبكم وسهركم وكل حاجه، متشكرين جدا، عملتوا انجازات رائعه، عملتوا كل حاجه في الكوره. بس لو انت هتضيع كل اللي عملته يبقى اتفضل ارحل احسن، وتفضل صورتك كاسطوره طول العمر فوق دماغنا، واحترام وادب وكوره ولعيب هايل. ما حصلتش من وجهه نظري رئيس نادي 10/10، بس هي سنه الحياه. خلاص مش قادر تدي يا كابتن، جزمتك فوق دماغنا، متشكرين، سيب للي يقدر يدي، لان دي كوره مصدر بسمتنا في الحياه الصعبه اللي احنا عايشينها. عشان ما حدش يقول لي ده مش عارف ايه، يا عم قول اللي تقوله. انا غيرت على ناديه اكتر من حب للخطيب واكتر من حب للاداره، واذا كان الاداره وبالكابتن الخطيب احب من عندك انت من النادي، فخلاص روح شجع الخطيب بقى وشجع ادارته، ما توجعش دماغك وتحرق دم. انما حرق الدم في ان الجمهور حضر جمهور النهارده عدد لا بأس به في ظل المتاح من الجهات الحكوميه، يروحوا زعلانين. تشكيل زفت، مدرب متعجرف مغرور طبع بطبع الاداره، اداره مغروره بتتعامل مع الناس من المناخير، لعيبه تفضل لاخر السنه ما تجددش، بدل ما نجدد من اول السنه او من قبل ما السنه تبدا، لا نسيبه لحد ما يتلعب في دماغه ويبقى بتاع فلوس ويمشي زي اكرم توفيق اللي بيتمشى النهارده. يا جماعه اكرم توفيق الفايتر مفاسة المقاتل ماشي بيتمشى النهارده، جون بيخش في الاهلي ولا في دماغه. طب بتنزله ليه؟ بتحطه في التشكيل ليه؟ وبادئ لنا بعمر الساعي جناح، قال لك بقى ما هو خلاص بقى امام عاشور كان بيلعب في خط الوسط ولعب جناح وتألق، في ده عمر الساعي زيه، نألف اديها تأليفة. بتطلع خالد عبد الفتاح، طب منزله ليه من الاول؟ ما تلعب بمحمد هاني. بتطلع مروان عطيه رمانة الميزان،
ياسر ابراهيم زفت الزفت الزفت والطين، بقاله كام ماتش كل اللي بناخده بيه عصبيه، ويقعد يعمل لي كده وحلق لي كده وخلاص. تمركزات زفت، انقضاض على كرة طين، التحامات قرف، بيقع في الارض وهو مش قادر يمسك نفسه. وبدل ما تخلص لنا مدافع اللي هو بتاع زد العش، هتقول لي ما هو مش زي اللي موجود عندك. طب هو عندك احسن تجيبه يا حبيبي، ولا تجيب لنا اشرف داري اللي هو عايز مستشفى؟ مش فاهم. يوسف ايمن، طب دفعتوا فيه فلوس ليه لما هو مش عاجب الراجل اللي هو ما بيعجبوش العجب، وهو اصلا مدرب مقزز كرويا ولا يفهم اي حاجه؟ ده طلع رضا عبد العال عنده حق في كولر، ده مدرب ماشيه معاه كده خلاص فلس، مش ما عندوش، عمال يألف ويرقع في الفرقه، وانت نايم هنا اهو، والجمهور يتشال ويتنكت، فاكرين احنا جلدنا تخين زي ناس تانية نستحمل ان احنا ما ناخدش بطولات بالثلاث اربع خمس 10 سنين ونسقف لكم؟ لا، مش عندنا. احنا عندنا نادينا ده مصدر بسمتنا بفضل الله. هتقطعوا لنا دي كمان؟ هتنكدوا علينا في دي كمان؟ يعني الراجل الغلبان اللي جاي من شغله مطحون ومطلوب منه قد كده بيقعد يتفرج على الماتش يفك، بص الواحد وشه عامل ازاي وانتوا نايمين. مصطفى العش بتوع زد يقول لك ما خلص، وكابتن شوبير يطلع على قناه النادي يقول لك خلص، وهو ما خلص ولا هيخلصوه، ودخل فيه السواحل الليبي ودخل فيه بيراميدز. ليه؟ علشان انت العجرفه والغرور وصلت بيك ان انا هخلص في اي وقت، زي كولر بالظبط، هكسب باي تشكيل. غرور وعجرفه، والتمن نادينا وبطولاته وتاريخه. احنا ما بنشبعش بطولات، انا كهلاوي ما بشبعش بطولات. تقعد تقول لي بقى انت بتهاجم، انت بتدافع، انت قليل الادب، انت بتهاجم الخطيب، كأن الخطيب ده حاشا لله يعني مصنوع من الازاز ممنوع يتحدف بالطوب، مش بني ادم زينا وبيغلط، وزي ما بنقول له جزمتك فوق دماغنا عملت كذا حلو لا لما يعمل وحش ما نقولوش، نطبل زي قناه الاهلي كده والكام اراجوز اللي بيجوا يقعدوا يطبلوا، والخطيب والخطيب والخطيب. الخطيب خلى فرقه مترهله، حمدي فتحي مشي، ديانجي مشي احمد عبد القادر مشي، كريستو مشي، مين يعني لعيبه فطاحل كبار جدا مشيوا، حلو، ومواهب تموت وما بيجيش غيرهم. طيب بتمشيهم ليه لما انت مش هيجي غيرهم؟ لعيبه عماله عايزه تجدد، سايب لي 8 9 لعيبه ما بتجددش، جايب لي محمد رمضان انسان خلوق جدا زيك زي الخطيب خلوق جدا، ودي حقيقه والله يعني الناس دي اخلاقها دامسه فعلا ولكن احنا بنتكلم في حب نادينا وفي الكوره، لا بنشتم نقول له امك وابوك ولا اللي جابوك، احنا بنتكلم في الكوره. جايب محمد رمضان من الستينات القرن الماضي، لا عارف يتعامل مع لعيبه، لا عارف يجدد للعيبه، السوفت وير بتاعه واقف في التسعينات فقط لا غير، لا عارف يحل ولا يربط. سيد عبد الحفيظ اللي كان دينامو، سيد عبد الحفيظ اللي عارف يتعامل مع اللعيبه، عارف يجدد للعيبه، عارف يقنع اللعيبه، عارف يحل مشاكل لعيبه، مش كل حاجه عطسه بمليون جنيه، عطسه بمليون جنيه. هو ده اللي شاطر فيه كابتن محمد رمضان. ومفيش مدير تعاقدات. الاهلي ما فيهوش مدير تعاقدات، يا خوكاتكو واكسه على اللي انتوا بتعملوه. انتوا فاكريننا خلاص يعني صعدنا كده الاهلي هيطلع من دوري ابطال افريقيا، والاول مره يكون جمهور الاهلي ممكن يكون سعيد للهزيمه عشان يمكن تفوقوا من النوم يا عيني وتقوموا تتوبوا كده. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ احنا اتغلبنا ماتشين ورا بعض في دوري ابطال افريقيا بعد سلسله اللا هزيمه، بقى سلسله اللا فوز ورا بعض، ماتشين ورا بعض. منتهى الترهل، منتهى الغرور. في لعيبه مش موجوده، في لعيبه زي ما يعني اكرم توفيق ده امشي. انما انت تنزل تتمشى كده والنادي الاهلي مغلوب ويجي الجون التاني من تقريبا من ناحيتك ولا حاجه، لا اتفضل امشي وفوق دماغنا. كل اللي قدمته للنادي هنفضل معترفين بيه، انما قله الاصل ما بنحبهاش. في لعيبه ما تلبس الفانلة الحمراء اصلا، دكه فاضيه، فرقه واقعه، خططيا مفيش، تكتيك صفر، تشكيل نيله. نتمنى بقى انك انت تنزلوا بالغرور ده شويه وتفوقوا، علشان جمهوركم ما بيستحملش الكلام ده، لان احنا
جلدنا مش تخين زي ناس. سلام عليكم.